السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء النور ومساء الجمال ومساء الورد ومساء الفل على حبايب قلبي. النهاردة بقى مع بعض هنعمل ايه؟ تعالوا نشوف. اول حاجة انا عندي كنافة في الفريزر. انا طبعا بجيب كنافة واشيلها في الفريزر لاي ظرف إن كان. وبعد كده تعالوا هنعمل ايه؟ هفرمها. طب انا بتكلم كتير ليه؟ يلا تعالوا شوفوا عمل هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين بصوا الكبه عملتها ازاي. طبعا ما عندناش كبه هنعملها بايدينا. تعالوا بقى يلا نحط الزبده على النار كده. زي ما انتم شايفين حطينا الزبده وحطيناها في قلب الصينيه كبيره عشان خاطر نقلب بقى فيها ونوطي النار ونهديها. زي ما انتم شايفين حطينا 4 معالق من السكر. طبعا سكر بودره عندك، سكر عادي، بس اهم حاجه يكون السكر يكون فاتح. بس نقلب بقى تقليبه حلوه. احنا طبعا حاطين الزبده، نفضل نقلب ايدينا ما تسيبش المعلقه يا جماعه نهائي. تمام. هنفضل نقلب فيها لغايه لما تحمر خالص زي الشعريه. عملتها انا قبل كده معاكم التحميره بتاعت الكنافه. بس النهارده هنعمل بقى ايه؟ هنعمل وصفه حلوه قوي وسريعه لاي ضيف جالك تعملي على طول. وايه الست الشاطره الجميله اللي تقدر ان هي تتصرف في ايه اي حاجه من عندها. يلا يا حبايبي تعالوا خليكم معايا وتابعوا الفيديو. واللي وقف لغايه هنا ومحطش اللايك ما تنسوش اللايك، واللي ما دخلش واشترك عندي يخش ويشترك في القناه. تعجبكم ان شاء الله، يعني حاجه ايه بسيطه يعني. اللي هتعجبه القناه يقول لي ياسمين ايوه قناتك حلوه. في تعليق انا يا جماعه بقبل باي تعليقات والله. والكومنتات بتاعتكم انا بقراها كلها، وتسلموا لي على كل واحد حط لايك. تسلموا لي، شكرا كتير كتير ليكم كلكم، وربنا يفرحكم جميعا. يلا نقلب. وبعد كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو هخلص تقليب الكنافه وبعد كده شوفوها لما تخلص. بصوا زي ما انتم شايفين اللون بقى اللون الذهبي الجميل اهو. اول ما نلاقيه كده ندفع عليه خالص ونفضل نقلب ونسيبها زي ما هي على النار برده، يعني عشان تاخد برده اللون اللي احنا عايزينه. تمام. انا خلصت كده خلاص. يلا تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى تاني. تبرد ونشتغل فيها. زي ما شايفين كده بردت. تعالوا بقى انا عملت ايه؟ حطيت نص كوبايه عسل زي ما انتم شايفين، وحطيت معاها معلقه زبده اهو. يلا تعالوا بقى نحط العسل التقيل ده هنا ونقلبه بس كده، ما فيهاش اكتر من كده. واحنا حطينا 3 معالق قبل كده، حاطين 3 معالق سكر. خليكي بقى معايا خطوه بخطوه. هنزل العسل ده وبعد كده نقلبه تقليبه حلوه. ده منظر بقى الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين تقيل ازاي. وهنا طبعا لما حطينا العسل شايفين بصوا الكنافه طبعا تقلت. تعالوا بقى نحطها في قلب الكاسات. وعندك صوص مانجا حطي، عندك مانجا شرايح حطي. تعالوا بس الاول نظبط الدنيا كده. نحط شويه كده في كل كاس. شايفين طبعا بالعسل عشان العسل تقيل شويه وفي نفس لون الكنافه بيبقى حاجه يعني روعه كده بقى. عمايل ايدك وفي نفس الوقت سهله وسريعه. اي ضيف يجيلك بسرعه تعملي الكنافه دي سهله على طول، ما بتاخدش وقت، يعني 10 دقايق وبتتقدم على طول. دي كده الطبقات اللي احنا حطيناها. تعالوا برضو نعمل هنا ونحط بقى كريمه. نظبط الكاس كده. افضي بقى الكريمه دي في الكيس بتاعها ونحطها. تعالوا مع بعض. شايفين بصوا الكريمه ما شاء الله جميله ازاي يا جماعه اهي. نحطه في كله كده وبعد كده نحط الطبقات.
تمام. حط الطبقه التانية بقى الايه الكريمه الكنافه. ونفس الحكايه هنا. ساعة التقديم بتبقى حلوة قوي. هخلص كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي وبعد كده ايه ارجع لكم بقى تاني. شايفين؟ بصوا الجمال زي ما انتوا شايفين. بصوا المنظر، الشكل يا جماعة والطعم بيبقى جنان جنان جنان. نزوق بقى كريمة. عندك بقى ايه صوص مانجا، انا عندي صوص مانجا هحط كده على الوش. عندك قطعة مانجا حطي اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا المنظر، يعني عشان ايه اجيب لكم الايه المنظر وانا بعملها اهو. كمان الكريمه يا جماعه، الكريمه المتحده جميله جدا جدا، يعني تاخدي منها كميه رهيبه. شايفين؟ عايزه تحطي صوص شوكولاته اللي يريحك اعمليه، دي حاجتك انت بقى، انت اللي تزيني بالحاجه اللي انت ايه اللي انت تحبيها. تمام. شايفين؟ بصوا المنظر. نحط بقى صوص المانجا ونشوف. زي ما انتوا شايفين انا حطيت برضو صوص المانجا كده. شايفين كده؟ زي ما انتوا شايفين خلصنا الوصفه بتاعتنا، سهله وبسيطه ومفيهاش اي حاجه. شايفين؟ ماخدتش مننا وقت خالص، هي نص ساعه تقدري ان انت تعملي الحاجه السريعه الحلوه السريعه ديت لضيوفك، وكمان حاجه تشرفك وحاجه جميله طبعا. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش السبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين، ورايك وتعليقاتك في احلى كريمه، احلى كنافه بالكريمه وبصوص الايه المانجا. معلش يا جماعه قولوا لي رايكم وتعليقاتكم، واقول لكم كمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتفضلوا معايا يا حبايب قلبي.